حبايب قلبي الحلوين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وعشان انتوا حبايبي الحلوين بحب دايما اعمل لكم الحاجات الحلوة. النهاردة هنعمل تورتة حلوة، هنعمل تورتة البلاك فورست او الغابة السوداء. بصراحة انا اول مرة اعملها، بس ما صدقتش ان بمكونات بسيطة جدا، بربع كيلو دقيق وشوية شوكولاتة مبشورة وبواقي كومبوت كانت عندي، قدرت اطلع بالتورتاية الجميلة في الشكل والطعم بالشكل ده. تورتة البلاك فورست كل قطمة منها هتحسي بخفتها وحلاوة طعمها وجمالها. بمكونات بسيطة عملنا تورتاية أحلى كتير من اللي ممكن نشتريها من بره. طب ما يلا نصلي على الرسول ونشوف هنعملها ازاي على طول. عودي نفسك لما تقفي في المطبخ تبقي عارفة هتبتدي منين. أول حاجة عملتها الصينية مقاس 20، دهنتها بالزبدة وحطيت فيها ورقة زبدة ورشيتها بالدقيق، وكمان ولعت الفرن. يبقى أنا حضرت الصينية وولعت الفرن، وبعد ما حضرت الصينية وولعت الفرن ابتدي بقى في الوصفة. معايا ربع كيلو دقيق سبونج كاكاو جاهز بيجي من عند مستلزمات الحلواني، حطيت عليه نص كوباية مية وهكسر عليه 3 بيضات. الدقيق يا جماعة ده من الدقيق ده الجاهز نتيجته 100% بتبقى ناجحة معاكي، مش هتقلقي الكيكاية تهبط منك ولا ما تستويش ولا تبوظ منك، دي نسبة النجاح بإذن الله 100%. بعد ما كسرنا طبعا ال3 بيضات يبقى لازم يكون فيه فانيليا. الفانيليا أنا حطيت فانيليا 5 جرام، معايا هنا كيسين فانيليا 5 جرام حطيتهم عليهم. وعلى السرعة البطيئة أخلط كل المكونات مع بعض الأول، ولما كده المكونات تختلط مع بعض هحط معلقة صغيرة محسن جل. كل الحاجات دي يا جماعة بتيجي من عند مستلزمات الحلواني. يبقى دي الاسبونج الجاهز ما بحطش عليه اي حاجة غير المية والبيض والفانيليا. هضرب كده شوية لحد ما الخليط يعلى معايا. هزود بقى السرعة علشان انا عايزة الخليط يعلى معايا. شايفين بقى لون الخليط بيختلف وحجمه بيزيد بالشكل ده. كده خلاص وصلت للقوام المطلوب بعد حوالي 10 دقايق. ألم بقى الجناب وأجيب الصينية بتاعتي اللي دهنتها بالزبدة ورشيتها بالدقيق وانزل بالخليط بتاعي. خليط انسيابي وناعم وكله متجانس مع بعضه. أنا مولعة الفرن على درجة حرارة 180. هخبط كده الصينية، أسوي الوش كده واخبط الصينية وادخلها فرن 180 لمدة من 30 ل 40 دقيقة. ودي الصينية بعد ما طلعت من 30 ل 40 دقيقة بختبرها بعصاية الشيش طاووق تطلع نضيفة. خلاص هسيبها كده على السلك لحد ما تبرد، وبعد ما تبرد بقلبها وبشيل ورقة الزبدة وبسيبها لتاني يوم أو على الأقل 6-7 ساعات. هسيبها كده. شايفين دهنة الجناب بالزبدة بيخليها جميلة بالشكل ده. وبعد ما سيبنا الكيكاية ترتاح هبتدي احضر بقية المكونات الوصفة. انا معايا هنا شربات خفيف، كوباية سكر، كوباية مية وعصرة ليمون، اول ما تغلي طفيت عليها. ومعايا هنا كريمة الخفق، الكريمة اللي هجمل بيها التورت. وهحتاج كمان صوص شوكولاتة عشان ازود واغني الطعم بتاع التورتاية وانا بحشيها. حطيت كوباية سكر عليها كوباية لبن ونص كوباية كاكاو اسباني، كاكاو خام من غير سكر. هقلب كل المكونات مع بعض، واول كده ما الكاكاو يختفي هرفعهم على النار. الصوص ده بيزود جمال اي تورتايه شوكولاته، والصوص ده ممكن تستخدميه وتحطيه على اي حاجه حلوه عندك. وبعد ما كله اختلط مع بعض حطيت معلقه زبده صغيره ورفعتهم على النار. وبعد ما غلوا كده على النار هصبهم في طبق واسيبه لحد ما يبرد. شايفين الصوص بيلمع وجميل ازاي؟ ده لسه كمان لما يبرد. ونكمل بقى ونعمل الكريمة اللي هجمل بيها التورتاية. انا حطيت هنا نص كريمة فريش، كريمة نباتي. النباتي بتبقى ارخص من الكريمة الحيواني. حطيت نص كيلو عليه نص كوباية سكر. لازم تكون الكريمة عشان تنجح معاكي لازم تكون ساقعة جدا. واول ما توصل كده انها تبقى تقيلة وتعمل لي المنقار بوقف، لان في خط رفيع بين انها تبقى كريمة او تتقلب وتبقى زبدة وتخرز معاكي. وبعد ما ضربتها ووصلت للقوام المطلوب يلا بقى نبتدي نجمع التورته بتاعتي. ادي الكيكايه بتاعتي، هبتدي اقطع كده الجزء اللي فوق وهقسمها ل4 طبقات. شايفين من ربع كيلو دقيق هتعمل لي 4 طبقات بالشكل الجميل الطري ده.
الكريمه بقى اللي ضربتها هبتدي احطها في كيس حلواني. عندك كده اي شفشق عميق بحط كيس الحلواني عشان احط فيه الكريمه من غير ما بهدل الدنيا. وما عنديش بقى طبق كرتون على قد الكيكايه دي، فعند اي طبق كده على قد الكيكايه استخدمت طبق مسلطح. حطيت حبه كريمه في الطبق وحطيت اول طبقه من الكيكه علشان تثبت فيه. وبالشربات الخفيف البارد هبتدي اسقي، واسقي كويس قوي، يعني اسقي لو الكيكايه ناشفه معاكي اسقي، بس الخليط ده ما بيحتاجش سقيه كتير. وبكريمه الخفق اللي انا معبيها في الكيس حطيت اول طبقه ونزلت شويه بصوص الشوكولاته، وادي الطبقه التانيه برضو هسقيها وانزل كده بكيس الحلواني بكريمه الخفق وكمان شويه من صوص الشوكولاته وكمان الطبقه التالته وهكذا. شايفين؟ اسقي وركزي على الجناب وانزلي بشويه بكريمه وشويه من صوص الشوكولاته. تداخل الشوكولاته مع الصوص بقى حاجه طعمه كده، حاجه من الاخر. وادي الطبقه الاخيره برضو هسقيها، ولو في كده قشر كده في الطبقه التحتانيه دي انا بحب اشيله، كان المفروض اشيله قبل ما اسقي يعني. وبعدين بقى بكريمه بالكيس اللي فيه الكريمه هبتدي كده الف واملى الكيكايه كده. الطريقه دي يا جماعه بتسهل عليكي جدا طريقه ان انت تغطي التورتايه. شايفين حرف الطبق باين ازاي؟ المفروض احط كريمه لحد ما اغطي حرف الطبق. حتى لو انت حاطه على الورق الكرتون بتاع التورته بيبقى فيه كده مسافه صغيره نص سنتي، انت ده المقياس بتاعك انك تغطي صح ان كل الحروف دي تتدار. وبعدين بتاخديها تحطيها في التلاجة ساعة في الفريزر، وبعدين تديها طبقة تانية من الكريمة. شايفين؟ بعد ما طلعتها بعد ساعة، بعد ما اديتها الوش الأولاني بديها الوش التاني بالشكل ده. وطبعا في ساعات كده حتت في الكيكاية ما بتقبلش أي كريمة، أنا حاولت أغطي الجناب اللي باينة دي ما رضيتش. فهعمل إيه دلوقتي؟ همسكها على إيدي وأحاول برضو أغطيها بالشكل ده. شايفين؟ الحتت بقى اللي ما كانتش قابله الكريمه بقيت اديها كده واسحبها بالسكينه بالراحه. تورته البلاك فورست مش محتاجه تتملس قوي، يعني تبقى ناعمه قوي لانها كلها هتتغطى، فالتورت اللي بتتغطى مش محتاجه ناعمها قوي. بس انا عايزه اوريكم هوصلها ازاي ان انا غطيت حتى الجناب اللي ما كانت رافضه انها تتغطى. بحطها كده على ايدي وبالسكينه كده بالاسباتيولا بمشي واغطي كل الحتت اللي عندي، وبعد كده ادخلها التلاجة كمان، اسيبها كمان ساعة في الفريزر. ان انت تريحي التورتايه بعد كل طبقة بتغطيها بيديكي نتيجة حلوة جدا. وعلى بقى ما التورتايه بتاعتنا تسقع وتجمد شوية هحضر الشوكولاتة المبشورة. ادي شوكولاتة دارك غامقة تكون بره التلاجة بقالها فترة كبيرة، يعني من بالليل للصبح مثلا. وعندك بقى القطاعة، أي قطاعة كده حادة أو حتى بغطا البراد. حماتي الله يرحمها كنت دايما أشوفها بتعمله بغطا البراد. اكحتي بقى كده علشان يطلع لك القشر الجميل المميز للبلاك فورست. تلاقي القشور دي بتتعمل ازاي اهو، بأي سن حاد كده تقدري تسحبي. شايفين انا بعمل كده ده بغطا البراد، بسن الغطا كده اسحبي هيطلع لك قشر بيدي للبلاك فورست الشكل المميز ليه. ممكن كمان تعمليه بمبشرة بشوري، بس طريقة الغطا البراد أو أي قطاعة حادة بتديجي القشور شكلها جميل. خديها بقى كلها وحطيها في التلاجة في الفريزر. بعد ما التلاجة ساعت ببقية الكريمة اللي عندي هعمل كده وردات. أنا بصراحة علمت كده يعني إيه 8 أجزاء، حطيت عليهم ال8 وردات الحلوين دول وخليهم كده عاليين بالشكل الحلو ده. ظبطيهم وهاتي بقى الشوكولاته اللي انا حطيتها في الفريزر وجمدت شويه، مش هتقدري تمسكيها قبل ما تحطيها في الفريزر. بعد ما تحطيها هتلاقيها معاكي ناشفه وتقدري تحطيها بسهوله. يبقى حاجه مهمه جدا الشوكولاته المبشوره دي حطيها في الفريزر وابتدي صبي بقى على التورتايه، وخدي التورتايه كده على ايدك واملي بقى الجناب بالقشر الجميل ده. لو ما حطيتيش الشوكولاته في الفريزر هتسيح كده في ايدك ومش هتعرفي تتمكني كده تحطيها كده بالثبات والجرأة دي. املي بقى الجناب. ومعلش بقى التليفون وقف وانا بصور، حطيت بين الوردات شرايح كومبوت خوخ. لو انت عندك اناناس ماشي، عندك بقى كريز خلي كده الشكل ينطق وحطي كده انصاف من الكريز على وش التورتايه. شايفين الشكل الجميل؟
دي مش تورتايه، ده مش عايزه اكرر واقول دي لوحه فنيه. وعندك بقى فرشه فيها شويه مربى او عسل تقيل او جيلي تلميع، لمعي الخوخ بالشكل ده. ومين يصدق ومين يقول ان بربع كيلو دقيق و3 بيضات عملنا التورتايه الجميله دي. شوف انت بقى لو هتشتريها من بره هتشتريها بكام، ومش هتكون بالحلاوه دي. قدميها لضيوفك لولادك في اعياد الميلاد وافرحي بشطارتك، ودوقي بقى واستطعمي وعلي مزاجك بالطعامة والجمال والطراوة اللي مفيش بعد كده. ودي كانت وصفتنا النهاردة، أتمنى أن انتوا تجربوها، ولو عجبتكم وصفتنا سبسكرايب وشير ولايك، وتابعوني مع سماسم في المطبخ.